السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في قناتكم منوعات مغتربة ببلادها. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، تكونوا في صحة جيدة مع الاجواء الصيفية هذه. ما يصلحوا غير الوجبات ولا الوصفات الصيفية البسيطة. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم واحد الوصفة هايلة بسيطة تاع الارز بلي زابا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. يلا نبداو مع بعض الوصفه تاعنا. وقبل ما نبداو في الوصفه ما تنسونيش بالاشتراك، خاصه اللي يدخلوا جداد القناه تاعي. ما تنساو تشتركوا في القناه وتفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم لي فيديو تاعي، يوصلكم كامل، وتشاركوهم مع الاصدقاء والاحباب تاعكم. وما تنسونيش كذلك بالتشجيع بتعليق مشجع ولايك لايك لايك لايك. يلا طلعوا الفيديو باش يوصل الى اكبر عدد من المشاهدين وزيد تكبر الاسره تاعنا. بسم الله نبداو في الوصفه تاعنا. كما راكم تشوفوا عندي كميه تاع لي زابط تاعي، نقيتها مليح وغسلتها بالقارص والماء وشويه تاع الملح. ومن بعد جبت مقله قطعتها قبل عفوا. جبت مقله حطيت فيها كميه تاع الزيت وحطيت لي زابط تاعي هذوك اللي قطعتهم، خليتهم يتقلاو مليح. هنايا راني نقلي فيهم، حطيتهم يتقلاو حتى يديو هذاك اللون البني المليح مليح. ما نحط لهم ني ملح ني والو، نحط لهم الزيت ونخليهم يتقلاو. ومن جهه اخرى عندي هنايا كميه تاع البصل وكميه تاع الفلفل، حبه تاع فلفل قطعتها شرائح. هنايا البصل عفوا ما حطيتش، نسيت. هنايا حطيت كميه تاع الفلفل قطعتها، هنايا عندي حبه قطعتها هكذا شرائح. عندي حبتين تاع طوماطيش قشرتهم ومن بعد نرحيهم. عندي كميه لاباس بها تاع الثوم. بعد ما تقلاو لي هذوك لي زابا بداو يتقلاو لي قبل ما يدخلهم الطياب مليح، حطيت هذيك الحبه تاع الفلفل باش تقلى لي. كما نعرفوا الفلفل اللي يطول شويه، هو البصل يطول شويه في الطياب، نحط الفلفل مع هذوك لي زابا باش يكمل الطياب تاعو، يطيب لي مع هذوك لي زابا. يعني نخلط فيهم، تخلطوهم مليح ما تخليهمش يتحرقوا، وتخليهم كما نعرفوا لي زابا يجيو شويه مرين. لان اللي هذا ننصحكم، كاينه هذيك الطبقه اللي تجي شغل صفراء ولا خضراء منين المراره تاع الدجاج. نحو هذيك الطبقه، نحوها مليح، هي اللي راح تطلق لكم هذيك الطبقه هي اللي راح يطلق لكم المروريه هذيك. لهذا نحيوها باش تجي لكم لاصوص تاعكم تجيكم مليحه، ما تجيكمش مره. هذوك الحبات تاع الطوماطيش بعد ما رحيتهم ضفت لهم لي زابط تاعي والفلفل هذاك اللي تقلاو لي، ضفتهم هنايا. صدقوني هاد الوجبه هايله 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 وبسيطه، ما عادش تدي معكم الوقت بزاف. هنايا نخلط هذاك الطوماطيش ونزيد واش نزيد هنايا، نزيد الملح، نزيد هنايا عندي الكمون، عندي الكركم، عندي القزبر المرحي، وعندي فلفل احمر. حتى شويه الفلفل الاحمر كثروا، انا نحب الفلفل الاحمر لانه راح يعطيني. ما حطش الطوماطيش كونسيرفي، الا عندكم طوماطيش مصبره طماطم مصبره حطوا، الا ما عندكمش حطوا استغناو عنها وحطوا الفلفل الاحمر الحلو. ولا حبيتوا تحطوا الهريسه حطوا الهريسه، تجي هايله معها. انا ما نستعملهاش. ملحت لاصوص تاعي او لي زابط تاعي والفلفل والطوماطيش، وخليتهم يتقلاو شويه، يديو هذيك القليه مليح مليح. دائما الماكله تاعكم باش تجيكم بنينه، خاصه المبتدئات، قليو مليح قليو مليح مليح مليح. ضفت شويه تاع المعدنوس. هنايا ضفت شويه تاع المعدنوس. انا المعدنوس ما استغناش عليه، يعجبني بزاف خاصه في هادو لي صوص اللي ما يجيش فيهم بزاف الماء. وضفت كميه تاع الماء هنايا، ما تضيفوش بزاف، ضفت كاس تاع الماء، كاس وشويه ماشي بزاف. هنايا كما راكم تشوفوا. وخليت هذيك لاصوص تاعي غطيت عليها وخليتها تعقد لي، ويزيدوا يكملوا لي زامبا هذوك يطيبوا وياخذوا البنه تاع لي زيبيس اللي حطيتهم. هنايا كما راكم تشوفوا لاصوص تاعي راهي عقدت، راكم تشوفوا كيفاش ولات حمراء هايله حميمره ما شاء الله. وخليتها غطيتها وخليتها زادت تجمرت لي مليح. ومن بعد ضفت لها شويه تاع المعدنوس وعصره تاع القارص وطفيت عليها. هنايا حطيت لها شويه تاع معدنوس ومن بعد عصرت لها شويه تاع القارص. هذاك الطعم تاع هذاك القارص راح يعطيها واحد الطعم هايل، تجي شويه هكذا فيها الحموضيه ما شاء الله، تجي هايله. والصلصه تاعي راهي واجده كما راكم تشوفوا. نرجعوا للرز تاعي. انا عندي وصفات بزاف في القناه تاعي تاع الرز، ولكن معليش راح نعاود لكم الطريقه تاعي كيفاش راني نخدم الرز تاعي. انا نستعمل هذا الوسام الهايل هايل هايل، ما يعجن، ما يجي شغل كل حبه شغل تحسيه شغل ما على باليش كيفاش، ما يجي هايل. استعملوه يعني ما شاء الله. نحط هنايا كيل، انا كيلت هنايا كاس،
راح يكفيني هذه الكميه تكفيني لثلاث اشخاص. درت كاس وشويه، ما ربع ما هو نص، تحت ربع شويه يا ربي صباع هكذاك هنايا. ومن بعد غسلته مليح حتى يتنحالو هذاك النشا اللي فيه، غسلته بالماء، حطيت له الماء وقعدت نغسل فيه نغسل فيه غسلته مليح 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 حتى تنحالو هذاك النشا. ومن بعد صفيته وخليته يقطر، خليته يقطر حتى ينشف لي مليح. هنايا كما راكم تشوفوا انا ندير فيه، نحاول اني هذاك النشا نتخلص منه بيدي باش يخرج لي في الماء. ومن بعد نصفيه ونزيد نعاود نغسل حتى نولي نشوف هذاك الماء صافي ما فيه حتى حاجه كما راكم تشوفوا. هنايا هذه هي النتيجه، غسلته مليح 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 ومن بعد صفيته وخليته. من جهه اخرى بعد ما حسيت بلي هذاك الروز تاعي نشف لي مليح، جبت القدره تاعي هنايا، حطيت فيها مغرف تاع زبده او مارغرين، حطيت شويه تاع الزيت، خليت الزبده هذيك تذوب وضفت عليها هذاك الروز اللي عندي. هذا الروز بسماتي كما قلت لكم، هذه لا مارك هايله تاع الوسام، انا ما نستغناش عليها. ومن بعد قليت هذاك الروز تاعي في هذيك الزيت وهذيك الزبده. اللي يحب يضيف لها الفيرميسال يقلي الفيرميسال، هي الاولانيه. الرز بالشعيريه، الشعيريه نقليوها هي الاولى حتى تاخذ هذاك اللون الاحمر. ومن بعد نضيفوا الارز تاعنا اللي كنا ديرناه نفس الطريقه اللي درناها مع هذا الارز. ونقلي مليح الرز تاعي ونضيف له شويه تاع الملح، شويه هنايا شويه تاع الملح، ونحطوا ملعقه شويه كبيره تاع الكركم، ماشي كبيره تاع الاكل، ملعقه تاع القهوه هنايا تاع الكركم. الكركم هو اللي راح يعطي له هذاك اللون الاصفر. هنايا الكركم حطيت له، وحطيت له شويه تاع البقدونس وشويه تاع الكمون، وزيد قليت مليح مع هذاك لي زيبيس باش يدي لي الطعم تاعهم. ومن بعد مرقت. دائما نعرفوا القاعده بانه كاس تاع رز يقابلوه 2 كيسان تاع الماء. لهذا انا دوك نضيف 2 كيسان تاع الماء. هنا الكاس الاول، هذا هو الكاس الاول تاعي، كاس بارد نورمال عادي دافي من الحنفيه، ما نقولوش دافي، نقولوا الكاس من الحنفيه، يعني عادي 2 كيسان وشويه، لاني انا ضفت شويه تاع الرز زياده، هذاك شويه تاعي. ونقلل النار، نحطها نقص النار تاعي ونغطي الارز تاعي ونخليه يطيب. كيفاش تعرفوا الرز تاعكم ملي طاب؟ راح يدير فقاعات في السطح تاعو، يدير فقاعات، تعرفوا بلي الرز تاعكم ما هو طايب. بعد ما يطيب لكم حطوا له مغرف تاع الزبده وخلطوه مليح بالفرشيطه ولا مغرف، وما راحش يتكسر معكم لانه هذه النوعيه ما تكسرش، هايله. هذا كما قلت لكم هذه الماركه هايله. هاي الزبده هنا حطيت له الزبده وخلطته مليح هكذا كما راكم تشوفوا. خلطته وحطيت له انا كنت غطيته بطرشون وخليت هذيك باش هذيك البخار هذاك راح يخليه شغل ما راحش يخليه يتعجن، هو ما هوش معجن مي يجي مليح. وهنايا كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعي كان جاهز بهادو بلي زابا. صدقوني واحد الوصفه جات هايله هايله هايله، جربوها ما راحيش تندموا عليها. هذا هو الطبق تاعي، راكم تشوفوا الارز حبه بحبه، ماهوش معجن، ماهوش ما جايش طايب، جاني طايب زبده هايل. ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتستمتعوا بها وتمتعوا العائله ديالكم بها. وان شاء الله في الايام القادمه راح نزيد لكم وصفات صيفيه هايله. انتظروني وتبعوني، وما تنساونيش بالدعم وما تنساونيش بالاشتراك في القناه تاعي وتخليوا لي لايك وتعليق مشجع باش تكبر العائله تاعنا. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.